السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله اليوم ال 18 معانا في دورة كتاكيت رمضان، اخر يوم معانا النهارده في سقوة البرد، اللي هي كانت عبارة عن قطعة بنجر صغيرة وبصلاية صغيرة وكام فص توم، اللي هو 3 4 فصوص توم، بنحطهم على لتر مية، بنقدمهم للطيور. احنا بقالنا 3 ايام بنقدمهم للطيور علشان العطسة اللي كانت فيهم. بصوا يا حبايبي، الطيور في السن ده بيحتاج يتغير لها كتير. يعني انا اخر مره اول امبارح لما قلت لكم اني ما كانش فيه نشاره، غيرت لهم في نفس اليوم بالليل اول امبارح، والنهارده غيرنا تاني النشاره اهي، غيرنا تاني لان بيوسخوا تحتيهم بسرعه. فلازم نهتم بحته النظافه دي يا جماعه، علشان يفضل معاكي الفرخ كده ايه، حيوي حيوي، وطول ما هو تحتيه نضيف طول ما هو بيرمي معاكي كمان وزن. على فكره نظافه الفرشه تفرق قوي في وزن الطائر يعني. طيب، وده العلف بتاعهم اهو. ان شاء الله بكره هنبتدي نغير العلف، بس هنغيره بطريقه معينه برضو هنتكلم فيها بكره. هبتدي اقلب لهم كده العلف، احطه لهم في العلاقه. طبعا يا جماعه دي مش كميه العلف اللي هما بياكلوها طول اليوم، يعني دي كميه انا بس ببقى حاطه كميه قليله علشان حاطه عليها خلطه ومش عايزاها تقعد قدامهم كتير. اي حاجه فيها بصل او توم ما تقعدش قدام الطائر اكتر من 8 ساعات، وهم ما شاء الله اللهم بارك بتقعد اقل من ال 8 ساعات. فبعد ما بيخلصوها بحط لهم علف نضيف خالص، والميه برضك ما تقعدش اكتر من 8 ساعات. بعد ما بيخلصوها بحط لهم ميه نضيفه خالص، ولو حاسه ان فيهم خنفره بحط عصره ليمون. لكن انا ما حطيتش، يعني انا اليومين اللي فاتوا انا ما حطيتش غير مره واحده بس عصره ليمون. احطها لهم كده مكانها. وبكره ان شاء الله يا جماعه هنوزن مع بعض وهنغير العلف وهنشوف هنضيف ايه تاني مع تغيير العلف. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت لو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.